صباح الخير. اول ما حاجه غادي نبداو بالفطور ديالنا. حطينا هنا زبيده، الفرماج، شويه الزيتون، وهاد الكونفيتير اللي هو مسوس، وشويه الخبز ديال القمح. من بعد غادي نخوي اتاي حتى هو مسوس. بالنسبه لينا حنا كناس ما كناكلوش الحلاوه. المهم كنحطوا داكشي اللي مالح، شويه الزبده، الفرماج اولا الزيتون مالح. وبالنسبة لهذاك الكونفيتير غادي نتشاركو معكم ان شاء الله من بعد ما غادي نفطروا، وغادي نشربوا هاد الكويز ديال اتاي. غادي نمشيو باش عندنا نهار طويل وفيه شله ما يدار، لان خاصنا بزاف ديال الحوايج وغادي نخرجوا نقضيوهم. فهنا غادي نفطروا ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا اشنو غادي نديروا، فين غادي نمشيو. بالنسبه للكونفيتير راه كاين ديال المشماش وكاين ديال الفريز. وهنا البنات الحمد لله على الشتي واللي عطانا الله. غادي نمشيو، اول حاجه غادي نمشيو المرجان، عندنا فيه شله ما يدار، باقي خاصنا شي حوايج خاصنا نشريوهم. وغادي نرجع نقول لكم الحمد لله على لطف الله انه كرمنا بهذا الخير. صافي البنات، وهنا وصلنا المرجان. مشينا للمروه، ما صورتش لكم. خدينا شي حوايج، المهم من بعد حتى من بعد وغادي ندير معكم فيديو ديال المشتريات. صافي هنا خدينا داكشي اللي كان خاصنا، وغادي نمشيو نقضيو بزاف ديال الحوايج، وخاصنا بزاف ديال السلعه، وخاصنا بزاف ديال الحوايج. المهم نتوما معنا وغادي نوريكم السولد، يعني بزاف ديال السولد. انا ما صورتش لكم كلشي، بزاف ديال السولد اولا السولد ديال الهبال كاين في مرجان. بالنسبه للبنات، هاد البسكوت هذا او بسكوي فهو ديال الناس اللي عندهم مثلا السكر اولا الناس اللي دايرين الدايت، فهذا راه يقدروا ياكلوه. المهم أنا غادي نشارك معكم كاع لي بسكوي اللي مسوسين. حنا خدينا هذا ولكن مزوينش الصراحه، مزوينش، ما ننصحكمش به. وهنايا لقيت هاد البانطوفات سولد، فقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم، تاخذوا فكره، ولا عجبتكم شي وحده تجيو تاخذوها. خصوصا ان الثمن ديالهم مزيان على قد الجيب، وحتى اللوينات زوينين، والسميله ديالهم صحيحه. بالنسبه للبنات المرجان راه داير الصول ديال الهبال في كلشي، في الماعن، في السلعه، في لي زور، في كلشي داير السولد. صافي البنات، من بعد ما غادي مشينا للكارفور. غادي لقينا دوك الكاسرونات. بالنسبه للكاسرونات راهم في مرجان غاليين، دايرين ليهم 200 وشي حاجه. هنا لقيناهم 179 درهم، زوينين وكيبقاو مده طويله. فقلنا علاش لا، يعني علاش ما ناخذوهمش، خصوصا انهم في مرجان كما قلت لكم غاليين بزاف. فهنا في كارفور دايرين ليهم تخفيض ورخاص. صافي هنا جيت نشارك معكم بالنسبه للتقاشر. كارفور حتى هو داير السولد. التقاشر غادي نشارك معكم شي حوايج، انا ما صورش كلشي ولكن غادي نشارك معكم شي حوايج بحال مثلا هاد التقاشر، فتقدروا تاخذوهم حتى هما راهم رخاص. بالنسبه لهاد البنوارات هادو حتى هما رخاص وزوينين. هنايا بيجامات وبنوارات كاينين في كارفور هادو، ماشي في مرجان، هادو في كارفور، لان دوزنا النهار طويل بزاف ومشينا لبزاف ديال البلايص. المهم أنا غادي نشارك معكم غير المهم وصافي. من بعد غادي نمشيو نتغداو، لينا كما قلت لكم دوزنا النهار وعينا وجانا الجوع. غادي نمشيو نتغداو. وخدينا هاد الدجاج هذا، هاد البلا هذا البنات راه زوين عندهم، زوين بزاف وبنين. عندهم الروز والفريت، المهم راه عندهم هما بزاف المأكولات، ما عندهمش غير هاد البلا، عندهم بزاف. فتقدروا تدخلوا اليوم وتشوفوا شنو عندهم. من بعد البنات رجعنا للدار وبغيت نشارك معكم هاد العقيق هذا او هاد البراسليات ديال العقيق. هادو كنت خديتهم من عند واحد البنت اونلاين. صراحه زوينين بزاف، يعني مثلا باغي تديوهم كادو، باغي تشريوهم لبنياتكم او حتى ليكم، لان هي راه عندها بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال. هذا هو السميه ديال الباج ديالها في الانستغرام، تقدروا تدخلوا عندها
وتشجعوها. هي بنوته زوينه وتستاهل الصراحه نشجعوها. يعني اي واحد بادي مشروعه او لا كتشوفوا انه كيخدم على شي حاجه فنشجعوه ولو غير نوريوه للناس. فعندها هاد الشكل هذا، عندها كما قلت لكم بزاف ديال الموديلات، عندها عندها نضاضر، عندها بلي بغاسلي، عندها بزاف عندها حتى البنيات الصغار وكتصاوب يعني على الشكل اللي نتوما بغيتوه. دخلوا الباج ديالها وشوفوا، راه عندها بزاف كما قلت لكم ديال الموديلات. الثمن راه جد مناسب على حسب نتوما اشنو خديتو. يعني مثلا بحال بغيتو تديوهم كادو لشي حد، يعني هنا كتكتب هاد الدعاء والله يسهل عليها مسكينه، لان بصح كتستاهل اننا نشجعوها وناخذ من عندها. ماشي غير هي، اي واحد شفتوه بادي واحد المشروع بسيط ومحتاج اننا نعاونوه فما نبخلوش عليه. الا قدرنا نعاونوه كما قلت لكم ولو غير نوريوه للناس صافي. وهنا غادي نشارك معكم اشنو خدينا هذيك المقله، هاد المقله هادي اللي ديال البغرير لي كريب بانكيك، صراحه زوينه بزاف وخديناها. الثمن ديالها كان تقريبا 39 درهم او لا، فهاد ما عقلتش بالضبط، ولكن فهاديك خديناها من مرجان. والبنات هاد الكوفيتير هو هذا، يعني هذاك باقي ما سالاش لينا وخدينا هذا نخليوه لانه الصراحه بنين وزوين. فيه السكر الطبيعي، ما فيش الحلاوه نهائيا. بالنسبه للناس اللي مرض بالسكر او للناس اللي دايرين ريجيم فهذا راه زوين بزاف، نهائيا ما كتحسوش به راه مسوس. وما فيش الحلاوه، يعني فيه حلاوه طبيعيه، يعني ديك الحلاوه الطبيعيه ديال المشماش. حنا خديناه بالمشماش، راه كاين بالفريز وكاين يمكن حتى بنكهات اخرين انا ما رديتش البال. المهم بالفريز راه كاين. تشوفوا معايا كيفاش كيجي، يعني هذاك اللي كنشوفوا الكونفيتير اللي كيكون بالحلاوه كيكون جاري بزاف، هذا حلاوته منه، يعني حلاوه طبيعيه ما فيش الحلاوه نهائيا. الثمن ديالو حتى هو يمكن ندير شي 40 او 39 درهم، ما عقلتش والله ما عقلت صافي. وهنا غادي نتشارك معكم هذا البسكوت هذا، حتى هو ديال الناس اللي عندهم سكر او الناس اللي دايره ريجيم، ولكن صراحه الله ما ننصحكمش تاخذوه نهائيا، لان احنا كيف ما خديناه كلينا منه جوج او ثلاثه والشي الاخر راه باقي كيسمع فيكم، ما كليناهش نهائيا، ما عجبناش. المهم هادو بجوج مسوسين، والناس اللي عندهم سكر او الناس اللي دايره ريجيم من الحلاوه فهادو تقدروا تاخذوهم. بالنسبه للبسكوي فما ننصحكمش، المهم حنا ما عجبناش نهائيا، لدرجه اننا ما كليناش، راه باقي كيسمع فيكم ما كليناش. باقي في جوج ديال الاكياس، وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي فحال هكا ما فيه لا حلاوه لا والو، حتى هو حلاوته يعني طبيعيه ما فيش سكر. وهنا البنات غادي نشارك معكم الكاسرونات، الصراحه ما كيلصقوا ما كيتقشروا ما كيحرقوا ما حتى شي حاجه، زوينين بزاف وحتى الثمن ديالهم زوين. بالنسبه لي في مرجان يمكن زايده كاسرونه يمكن هما 5، وهنا كاينين 4، ماشي مشكل وحده، ولكن انهم زوينين وناقصين في الثمن. يعني كارفور داير لهم الثمن ناقص، ومرجان مغلينهم شويه صافي. وهنا البنات من بعد ما رجعنا السلعه مشينا نوجدوا العشاء، غادي نديروا المشاوي. هنا عندنا كوتليت درناه هنايا، وعاد باش غادي نديروا معاه البصله ومطيشه كاينين باقيين غادي نديروهم معاه. وعندنا غادي نديروا قطيبات والفريت، وغادي نديروا آه الفريت، وغادي نديروا هنا هاد البصله هادي خليناها حتى الاخر وغادي نزيدوها شويه، نزيدو معاها شويه. وهنا عندنا سوسيس، عندنا الكفته والقطيبات هما هادو رقدناهم وزلقناهم. هنا عندنا شويه ديسير والخبز بطبيعه الحال ديال القمح. وهنا كنشعلوا في الفاخر. الصراحه الشوا ديال الدار كيجي بنين وكتعقلوا عليه، يعني كتمشيو لهذوك القهاوي البلديين كتشريو بزاف كتخسروا بزاف ديال الفلوس وما كاينه حتى بنه. صراحه الله ما كاينش شي حاجه بحال ديال الدار. فكان البنات هذا هو الفلوق ديالنا اليوم، كنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه. بسلام عليكم.